في ملخصنا النهاردة هنشوف زينب اللي بينكسر قلبها قررت إنها تنتقم لحبها لأول مرة، وكمان هنشوف أول لقاء بين تركان ومهجان، وهنشوف الشرطة وهي بتقبض على قدير وهنعرف السبب. هنعرف الخطة اللي هتعملها ستارة علشان توقع بين زينب ودروك، وإيه المفاجأة اللي هيكون مخبيها أرديش لستارة بعد موته. كل ده وأحداث تانية كتير هنلاقيها في ملخص النهاردة، ومفاجأة كبيرة في آخر الفيديو، فياريت نكمل الفيديو للآخر. ما ننساش قبل ما نبدأ نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا، واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. بتبدأ الأحداث بدروك وهو بيمسك إيد فوزي وبيبصله بغضب وبيقوله إن هو لو عايز يضرب حد يضربه هو، فبيسكت وبيدخل للبيت مضطر. بياخد دروك زينب في حضنه علشان يطمنها، بيقول لها إن هو مش هيسيبها في المكان ده دقيقة واحدة، بتروح زينب تجيب هدومها علشان تمشي معاه. بيبقى فوزي عمال يزعق لتركان لأن هي اللي طلبت منه يتدخل، وهو دلوقتي ممكن يترفد من شغله، ولو ده حصل هيقلب الدنيا عليهم. بتدخل زينب للبيت، ولما بتلاقيهم لسه بيتكلموا عليها بتدخل الأوضة بتاعتها. بتدخل وراها إيبك وبتسألها هتعمل إيه، فبتقول لها إنها هتسيب البيت هي وجدها وقدير، ومش هتفضل عايشة معاهم وهم كل شوية بيظلموها. بعد ما بتخلص لم هدومها بتدخل لجدها علشان تطلب منه يروح معاها يقعدوا في أي بيت إيجار لحد ما يشتروا البيت اللي هم عايزينه، لكن الجد بيرفض وبيقول لها إنها غلطت، فبتزعل إن هو كمان وقف في صفهم، وبتاخد قديرة علشان يمشوا. بتفتح الباب وقبل ما بتخرج منه بيقول لها الجد إنها لو خرجت هو مش هيسامحها أبدا ومش هيبقى راضي عنها، فبتقفل الباب تاني ودروك واقف مش فاهم إيه اللي حصل. بيحضنها قدير وبيشكرها إنها ما مشيتش وبتدخل أوضتها. لما بيكلمها دروك بتقول إنها مش هتقدر تخرج من بيتها وهو مش هيقدر يساعدها لأن هي مش عارفة تساعد نفسها. بعد ما بيقفل معاها بتلاقي ستارة بتكلمه وبتطلب منه يجيلها فورا علشان عايزة تتكلم معاه في حاجة مهمة. بيوصل دروك للبيت وبتروح ستارة تستقبله. لما بيسألها عن العقد بتقوله إنها ما وقعتش عليه وإن عندها عرض تاني أحسن من اللي هو عرضه عليها. بتوريله الفيديو بتاعه هو وزينب وبتقوله إنها مستعدة تنشر الفيديو بعد ما هو ينشر اعترافها، فبيقول لها إن لما تسجيلها ينتشر كل الناس هتعرف إن علاقة وأوزان وزينب مزيفة، فبتتحداه يدخلوا سوا تحدي بحبهم الممنوع ويهدموا الوكالة كلها بسبب عندهم. بتضغط عليه وبتقوله إنه لو مش بيفكر في نفسه يفكر في زينب اللي هتكون تاني فضيحة ليها، وإن البنت مسكينة كل اللي هي عايزاه ترعى والدها. أو لما بيسألها إزاي هي هتقدر تتخلى عنها بتقوله إنها متعودة على خيانة أقرب الناس ليها، فبيسيب البيت وبيخرج وهو متعصب ومش قادر يفكر، لكنه بيفتكر اللي حصل مع زينب بسببه وبيكون مش عايز يأذيها. فبيرجع تاني لستارة وبيكسر اللابتوب وبتقوله إن معاها نسخ كتير غير اللي عليه، وبتتفق معاه يجيب المحامي بكرة علشان الميراث ويتبادلوا التسجيلات وهما بيعدوا فلوسهم. بيخرج دراكو بيكون أوزان واقف مستنيه يمشي علشان يدخل لستارة، بيدخل لها وبيبقى عايز يعرف ايه اللي حصل، فبتفضل تضحك وبتقوله انها حلت الموضوع خلاص وبيقضوا الليل سوا. تاني يوم بتكون ستارة بتستعد علشان تستلم راسها بتروح لها مهجان تطمن عليها، فبتنزل تستقبلها. هو بيكون أوزان بيستعد علشان يمشي، فبيقرر يفتح تابلت ستارة ويعرف هي مخبية ايه، بيشوف نسخ كتير جدا من فيديو زينب في راس السنة وبينزل علشان يمشي من غير ما يكملوا. بتبقى تركان والجد قاعدين بيتكلموا في المطبخ، فبتدخل زينب تتكلم مع تركان وبيخرج الجد. بتقول لتركان إنها عارفة مهجان اللي شافتها في بيت دراك وإنها صديقة ستارة وشريكة دراك في مشروعه الجديد، وإنها عارفة بعلاقتهم وما تقلقش عليها وتبطل تضايقها. بتخرج وبتسيبها وبتفضل تركان مش مصدقة إن البنت وأمها بيتجمعوا في مكان واحد. بنرجع لستارة اللي بتكون زهقت من نميمة مهجان مستنية دراك بفارغ الصبر لحد ما بيوصل هو والمحامي بتاعه. بيقعدوا علشان يتكلموا في الميراث، فبيقول لها المحامي إنها سددت الديون اللي جوه البلد بس، لكن لسه عليهم ديون بره البلد. بتقول له ستارة إن ما عندهمش أملاك بره البلد، فبيقول لها دراك إن هي اللي ما عندهاش لكن أرضيش عنده، وبيسيبهم المحامي وبيمشي. بعد كده بيسخر منها دراك وبيقول لها إنها كانت هتموت نفسها علشان تسدد ديون والده، وبيمشي وبيسيبها. بتوصل زينب للوكالة وبتتكلم مع زمايلها اللي بيقولوا لها إن هم رايحين ياكلوا بيتزا، فبتقول لهم إن هي كمان نفسها تاكلها. وبيكون دراك وصل للوكالة وسمعهم، فبيروح علشان يجيب لها اللي هي عايزاه. بيكون أوزان واقف مع المسؤول عن التصوير وبيطلب منه يرجع له تصوير راس السنة اللي هو اتمسح،
ولما بيرفض بيعرض عليه 10,000 ليرة فبيوافق. بتوصل نعمة وقدير لمسعود بيديله الطرد بتاع كل مرة بيروح علشان يوصله. بنشوف محقق بيراقب قدير بيكلم واحد بيقوله إن المشتبه فيه تحت المراقبة. بتوصل تركان للوكالة وبتطلع تدور على مهجان بيقول لها موظف إنها في مكتب دراك، فبتطلع تقول للسكرتيرة إنها جاية من طرف ستارة وفعلا بتدخلها. بتلف مهجان علشان ترحب بيها وبتقف مصدومة أول ما بتشوفها. بتفضل تركان تسأل ملك عن السبب اللي رجعها لحياتهم تاني، فبتقول لها إنها ما كانتش عايزة ترجع لها أصلا مش مهتمة تعرف حاجة عن حد فيهم. بتاخد حاجتها علشان تخرج من المكتب وما بتقدرش تركان تتمسك أعصابها وبتفضل تضرب فيها بيتخانقوا سوا جوه المكتب. بيكون دراك وزينب طالعين لمكتبه، فبتقوله السكرتيرة إن مهجان جوه ومعاها ضيفة بيفضلوا يحاولوا يفتحوا الباب لكن من غير فايدة، فبيطلب دراك مسؤول الصيانة علشان يفتح الباب. بتوصل ستارة للوكالة وبتطلع تشوف ايه اللي بيحصل بتاخد من منيا المفتاح الاحتياطي بتاع المكتب من غير ما حد ياخد باله. بيروح دراك يعمل حاجة فبتطلب ستارة من زينب تروح تشوفه. أول ما بتنزل زينب بتفتح ستارة الباب لمهجان وتركان بتسألهم عن اللي بيحصل، فبتقول لها إن هو بيجيلها هلع في بعض الأوقات وبتقعد تكسر في الحاجات وإن اللي حصل ده غصب عنها. بتستأذن تركان وبتخرج علشان تمشي، وهي نازلة من على السلم بتشوفها زينب وبتطلع وراها علشان تعرف ايه اللي خلاها تيجي الوكالة. بيطلع دراك لمكتبه بيلاقي مهجان وستارة بيتكلموا في حاجة وبتحذرها ستارة ان دراك يعرف اي حاجة، فبيقول لها ان هو هنا فعلا. بتغير ستارة الموضوع وبتقول نفس اللي قالته لها مهجان وبيكون مش مصدق كلامهم. واول ما بيخرجوا من مكتبه بيكلم المسؤول عن كاميرات المراقبة علشان يجيب له تسجيل مكتبه. بيخرج دراك وبتطلب منه مهجان تسند ايديها عليه علشان وجعها، فبياخدها علشان يوصلها في طريقه لتحت. بتبقى زينب واقفة مع عمتها وفوزي اللي بتقول لها إنها جت تطمن على فوزي مش أكتر، وبيمشوا. أول ما بتشوف مهجان مع دراك بتروح تقف معاهم وهي غيرانة جدا من تقربها ليه. بنرجع لفوزي اللي بيوقف العربية في الطريق وبيطلب من تركان تقوله إيه اللي بيحصل، فبتقوله إن مهجان تبقى ملك ودي والدة زينب بيبقى فوزي مصدوم من اللي بيسمعه. بنرجع لقدير اللي وصل طلبيته بيخرج علشان يرجع لمسعود بيفضل الشرطي مراقبه لحد ما بيوصل وبيسمع مسعود وهو بيقول لقدير يجي بكرة علشان عايزه بيبلغ القيادة. بيوصل دراك مهجان لبيتها بيتفقوا يتعشوا سوا بالليل علشان يتعرفوا على بعض أكتر وتحكي له أكتر عنها لأن عنده فضول يعرف علاقتها بستارة جدا. بتطلع زينب لستارة علشان تتكلم معاها وهما بيتكلموا بتقول لها ستارة إنها عرفت اللي حصل بينها وبين دراك يوم تصوير راس السنة، وإن هو اللي حكالها بنفسه علشان عايز يستخدمها سلاح ضدها من كتر حبها ليها. بتصدقها زينب بتحس إنها مغفلة جدا لأنها وثقت في دراك. بيرجع دراك وبيدخل لهم بيلاقي زينب بتعيط، ولما بيسألها عن السبب بتقوله إنها اكتشفت إنها بتتصرف بغباء مش أكتر. بالليل بيكون أوزان مستني مسؤول التسجيلات اللي بيجيب له الفيديو بياخد منه الفلوس وبيمشي. بيفتح أوزان الفيديو وأول ما بيشوفه بيعرف ستارة هددت دراك بإيه بيبقى متضايق جدا. بترجع ستارة البيت بتكلم مهجان علشان تطلب منها تكمل لها حكايتها مع قدير، لكن مهجان بتكون بتستعد لميعادها مع دراك بتقول لها إنها مشغولة. ولما بتكلم أوزان بيقول لها إن هو في طريقه لزينب وعيلتها علشان يتفرجوا على عرض لطيف جدا بتكون ستارة مش فاهمة هو بيتكلم عن إيه، فبيقول لها إن هو عارف اللي كانت بتخطط له من ورا ظهره وإنه هيروح لزينب يفضحها في وسط أهلها. بتحاول ستارة تمنعه وتفهمه لكن بيقفل السكة في وشها، فبتقوم تروح تلحقه قبل ما يدمر كل مخططاتها. بتبقى زينب تعبانة من كتر الزعل ومش قادرة تتكلم مع حد أو حتى تقوم من مكانها. بتفضل تحكي لإيبك اللي حصل معاها وقد إيه هي متضايقة من كذبه عليها. بيوصل أوزان للبيت بيدخل يقعد مع عيلة زينب جوه وبيطلب من قدير يروح ينادي زينب لأن معاه دوا هيخليها تخف تماما ومش هتتعب تاني. بيدخل قدير علشان يقول لزينب بتبقى زينب مش قادرة وبتقوله يقول لأوزان إنها تعبانة ونايمة، فبيقول لها إن هو جايب معاه علاج هيخليها تخف وإنها مش نايمة. بتوصل ستارة البيت زينب وبتلاقي عربية أوزان واقفة قدام البيت، فبتخاف تكون اتأخرت وبتبقى مش عارفة تعمل إيه. بيكون قدير لسه بيضغط على زينب علشان تخرج وتشوف العلاج اللي قال عليه أوزان وبتضطر توافق علشان ما تزعلهوش. بتخرج زينب وبتقعد تشرب الشوربة اللي تركان عملتها لها
وقبل ما أوزان يوريهم العرض بتاعه بتكلم ستارة فوزي وبتطلب منه تكلم أوزان، ولما بتكلمه بتفهمه اللي هي عملته مع زينب علشان تبعدها عن دراك، وبتطلب منه يخرج لها يتكلموا أحسن علشان زينب ما تعرفش إنها كذبت عليها وكل حاجة تبوظ. بيقرر أوزان فعلا يقوم يمشي وبيركب عربيته وبيتحركوا هما الاتنين سوا. بيوصلوا لمكان على البحر وبتنزل ستارة تشكره على اللي عمله، فبيقول لها إن قدامها 5 دقايق بس تشرح له فيها اللي هي هتعمله وإلا هيرجع يعرف زينب كل حاجة. وبيبقى دراك قاعد مع مهجان لكن باله بيبقى مشغول بزينب اللي مش بترد على اتصالاته ورسايله. وبتاخد مهجان بالها وبتسأله لو كان في شخص في حياته، فبيقول لها إن في شخص فعلا، وبيسيبها وبينزل يستنى تحت. لكن مهجان ما بتهتمش وبتكلم شخص من معارفها وبتطلب منه يجي يصورهم، ودروك مش واخد باله وينشر الصور علشان كل الناس تعرف ان هم خرجوا مع بعض. بتنزل وبتقرب منه بحجة انها بردانة علشان تاخد وضعيات كويسة للصور. بنرجع لستارة اللي بتقول لأوزان انها مش هتقوله على حاجة لانه غروره دايما سابقه، ولما بيتعصب منها بتقوله انها هتهديه زينب في يوم راس السنة وهتكون ليه من تاني علشان تريح نفسها من غروره وتهوره. تاني يوم بتكون زينب وإبك قاعدين بيشوفوا الخبر اللي نزل عن مهجان ودراك، وبتبقى يأسة جدا وبتقوم علشان تشيل الفطار. بيشوف قدير الخبر وبيقول لتركان إن البنت اللي مع دراك شبه ملك، فبتاخده تركان للأوضة وبتطلب منه ما يقولش اسم ملك تاني في البيت، أو بتخليه يفتكر اليوم اللي اتعرضوا فيه للضرب والطرد والإهانة بسبب الكذب اللي هي قالته. وبتقوم تخرج من الأوضة وبيفضل هو قاعد زعلان. بتبقى ملك قاعدة بتحضر السيناريو اللي هتقوله لستارة لو سألتها تاني عن يوم الخطوبة بتاعتها لما اتهمت قدير بالاعتداء عليها، وهو إنها كانت سكرانة بعد ما خلصت الخطوبة وودعت خطيبها، وبعدها دخلت تشوف الحصان بتاعها ولقت قدير واقف ومسك طوبة في إيديه، لكنها بتفكر وبتغير كلمة طوبة لكلمة سلاح علشان تبقى واقعية أكتر. بنرجع لقدير اللي بيفضل يدعي إن والدته ما تكونش بتعيط في قبرها من اللي حصل فيهم، وبتسمعه زينب وبتدخل تسأله عن اللي مضايقه وما بيرضاش يقول لها، فبتسيبه علشان تروح الوكالة مع إبك. أول ما بتخرج من البيت هي وإبك بتلاقي دراك واقف مستنيها بره، وبتقول لها إبك تسيبه وتمشي، لكن زينب بتقرر تلعب بيه زي ما هو بيلعب معاها، وبتروح تركب معاه علشان يروحوا سوا. وبتبقى مهجان راحت لستارة وبيتكلموا عن الخبر اللي اتنشر. بتقول لها ازاي ما بتحسش بالذنب لأنها عارفة إن البنت اللي بتقول عليها والدتها بتحب دراك وخلتها تتقرب منه برضه وتكسر قلبها. فبتقول لها إنها ولدت طفلها ومستنتش تعرف هو ولد ولا بنت، فبتقول لها إنها لو وقعت هيقعوا هما الاتنين مع بعض وإنها لازم تكون حذرة، وبتقوم علشان تمشي. بتبقى نعمة خارجة من بيتها وهي بتتخانق مع والدتها وبتنادي قدير علشان يبقى شاهد معاها بعد ما حكت لوالدتها عن مسعود. بيطلع علشان يتكلم معاهم أو بتسيبهم نعمة علشان تروح لمسعود لوحدها. بتوصل زينب ودراك وستارة للوكالة، وبتروح زينب تجهز لحفلة يوم راس السنة، وبتطلع ستارة علشان تجهز لاجتماعها. وقبل ما بتطلع بيقول لها دراك إن فوزي لازم يطرد من الوكالة النهاردة، فبتقوله إنها هتكلمهم يبلغوه. وفعلا بيكلموا فوزي وبيقولوا له إن هو اتطرد من وظيفته، فبيقرر يطلع يتكلم مع ستارة. بتبقى ستارة عارفة هو جاي ليه، فبتقوله إن عندها اجتماع ضروري، وأول ما بيقول لها إن هو عايز يكلمها في حاجة عائلية بتطلب من مين يتأجل الاجتماع ربع ساعة، وبتطلب منه يروح معاها لغرفة الاجتماعات. بتوصل نعمة لمسعود اللي أول ما بيشوفها من غير قدير بيفضل يسأل عنه، وأول ما بتقوله إن قدير مش هيجي بيفضل يبصلها وهو مش عارف يعمل معاها إيه. بنرجع لستارة وفوزي اللي بيطلب منها تحميه من الطرد مقابل إن هو كمان يحمي سرهم الصغير عن مهجان ودراك اللي سمعوا منها في العربية، فبتقوله إنها مش هتقدر تعمله حاجة، فبيلف ظهره علشان يخرج يتكلم مع دراك. بتوقفه وبتقوله إن هو هيبقى سواق مهجان الخاص، وبيبقى دراك بيشوف العرض اللي هيتعرض في راس السنة وبيروح يبدل الجاكيت بتاعه، وبيعدي من قدام زينب اللي بتقوله إن شكله جذاب جدا. أول ما بيدخل للعرض تاني بتيجي مهجان تسلم عليها وبتقول لها إنها هتبقى تحكي لها كل حاجة عن الخبر اللي اتنشر بعدين، وبتمشي وسط نظرات زينب الغيرانة. وعند نعمة بيفضل مسعود يزعق لها لأنها ما جابتش قدير، ولما بتعيط بيقول لها إن هو مش قصده لكن هي كده كسرت كلمته، وبيفضل يمثل عليها ويقول لها إن زوجته المستقبلية لازم تسمع كلامه. فبتكلم قدير وبتطلب منه يروح لهم. بيكون المحقق سامعهم من بره أو بيكلم قواته علشان يستعدوا. بيوصل قدير أو بيديله مسعود الطرد علشان يروح يسلمه، وبيمشي لحد ما بيوصل للمكان اللي بيسلم فيه الطرد دايما. وقبل ما بيخرج بتكون الشرطة في المكان كله وبتدخل تقبض عليهم،
وبيكون قدير فاكر إن هما بيهزروا معاه. بتبدأ حفلة راس السنة وبتكون الأجواء ممتعة جدا، وبتبقى زينب رايحة لستارة وبتشوف دراك اللي بيطلب منها ينزلوا سوا، لكنها بتعتذر له وبتقوله إنها هتروح لستارة الأول. بتدخل تتكلم مع ستارة وبتقول لها إنها عايزة تبقى زيها بالظبط أو ما تخليش قلبها يتحكم فيها. فبتقول لها ستارة إن الخطوة الأولى علشان تبقى زيها هي إنها تدور على مشاعرها وتبص للمصلحة العامة. بتنزل هي وستارة للحفلة وبتقرر زينب تبقى مع أوزان علشان تنتقم لحبها اللي اتكسر. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده بين زينب ودروك، والشرطة هتعمل ايه مع قدير؟ كل ده وأحداث تانية كتير هتشوفوها في الملخص اللي جاي، فاستنونا. اكتبوا لنا رأيكم انتم في التعليقات، وعايزين الملخص اللي جاي امتى. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.